النهارده انا عايز اقول لك على دور السينما في ان خلت البسطاء والفقراء يستمتعوا بالبحر. تعرف طبعا تكاليف المصيف غالية جدا، والسفر الى المناطق اللي فيها الشواطئ تحتاج تكاليف مادية كتير جدا. الحقيقة ان السينما يعني قدمت البحر للمشاهد بمتعة غير عادية. بدأت السينما في الخمسينيات بأنها يعني تقدم البحر، وكانت تختار دائما مدينة الإسكندرية رمز العشق الصيفي الخالد. كان طبعا أول فيلم شاطئ الغرام للفنانة الكبيرة ليلى مراد، وخد بالك كان الفنانة بترتدي مايو عادي، لكن حصل تغير مزاج وهجوم مجتمعي، فالفنانات رفعت شعار لا للمايو حتى لو كانت بترتديه يعني في حياتها الخاصة على الشاطئ. الفيلم كان بداية شاطئ الغرام لليلى مراد وفريد الأطرش، وبعدين طبعا لحن الخلود الفيلم الرائع. أما ابن حميدو بقى فده الفيلم اللي كانت الناس كلها تحب تتفرج عليه حتى الآن. الفيلم بنات والصيف عن قصة الكاتب الكبير أستاذ إحسان عبد القدوس، قدمت فيه 3 قصص، وكانت الخلفية البحر، والحقيقة كانت قصص جميلة جدا، وحتى الآن الفيلم ده الناس بتحب تشوفه لأنه الحقيقة فيه إبداع فني. أما بقى العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ ده اللي خلى الناس كلها كانت بتحب تتفرج على البحر من خلال فيلم أبي فوق الشجرة بأغانيه الجميلة، مع البطولة الجميلة اللي كانت لنادية لطفي وميرفت أمين. وطبعا امتلأ الفيلم بالأغاني، وكان البحر مسرح للعاطفة. آخر بقى فيلم يعني قدم البحر ومع الفنان عمرو دياب والمخرج خيري بشارة، وده كانت صورة حديثة للشاطئ المصري، وكان مساحة للتمرد والطموح والبحث عن الذات. منذ ذلك الوقت بقى تعقدت الحياة، وبقى المصايف غالية، وأصبح البحر يعني مش حلم شعبي. حتى كمان البحر اختفى كثيرا جدا في الأفلام، وما عادش تشوف فيه حلاوة الأفلام القديمة وجمال البحر حتى لو أنت ما سافرتش ليه. حقيقي يعني السينما لها طبعا قيود الآن في الإنتاج وتغير المزاج المجتمعي والرقابة الذاتية، لكن الناس بترجع للسينما تشاهد البحر.